السؤال بيقول بالرغم ان في ناس بتبدأ من بداية السنة كويس جدا وبتحل كتب كتير جدا، بس بالرغم من كده ما بتجيبش مجموع. في ناس تانية ممكن تبدأ متأخر وبتجيب مجموع، فايه السر في كده؟ هقولك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احبابي؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله باذن الله في الفيديو ده هجاوب على 99% من اسئله ثانويه عامه الفتره دي. اي اسئله بتيجي في دماغ اي طالب ان شاء الله باذن الله اكيد هتلاقيها في الفيديو ده، لان انا منزل رابط صراحه زي ما انتم عارفين يعني في جروب تليجرام المعسكرات. لو انت مش معانا هتلاقي رابط الجروب في الاول تعليق مثبت. واحنا تقريبا دلوقتي في اخر ماده في الجيولوجيا، وان شاء الله نكرر المعسكر ده فتره ثانيه ولكن بصوره احسن باذن الله. فالمهم انا كنت منزل رابط صراحه وناس كتير جدا بتبعت رسائل لحد ما تقريبا عدينا 500 رساله على صراحه. كل مره كنت بحاول ارد على بعض الرسائل ولكن كان بيتبعت رسائل اكتر. ركز في الاسئله دي وركز في اجاباتها، ان شاء الله هتلاقي حلول لكل مشاكلك باذن الله. قبل ما نبدا ما تنساش اللايك، سبسكرايب، لو عندك مشكله تكتب في التعليقات، وما تنساش جروب التليجرام، وكمان ما تنساش دعوه جميله لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ويثبتهم. السؤال الاول معانا وده تقريبا يعني طلبه كتير سالاه، وانا لو بدات دلوقتي هلحق ولا لا، سواء كنت بادئ من الصفر او انا قدامي مشاكل. يعني مثلا انا شخص دلوقتي لسه سميح عايز ابدا، هل هلحق ولا لا؟ طب انا بادئ من بدايه السنه بس في ابواب واقعه مني، باب التكاثر، باب في الجيولوجيا، باب في الفيزياء، باب في الكيمياء، العربي، النحو، حاجات من كده. هل هلحق الم ولا لا؟ وايه انسب طريقه للم؟ اول حاجه لو انت في المنهج ما قدامكش غير طريق واحد فقط هو اللي ان شاء الله باذن الله هيوديك لبر الامان، وان انت تقدر من خلاله تظبط المنهج. انا قلت ان الطريقه الوحيده ان انا هشتغل ماده 70% 30%. 70% هذاكرهم في ماده معينه، وال 30% هحاول ان انا اقسمهم على المواد كلها. وانت مش عارف يعني لان الطريقه كبيره وفيها تفاصيل كتير، فانا هسيب لك الرابط بتاع الفيديو بتاعها في الوصف، ممكن تنزل تشوفه. ولكن قول لي اعمل ايه؟ يعني دي الطريقه، انا غير الطريقه بقى ايه الحاجات اللي هتفرق معايا؟ الحاجات اللي هتفرق معاك ان انا برضو عامل فيديو مهم جدا جدا جدا، ويعتبر من اهم الفيديوهات على القناه. هو فيديو اهم الابواب في المنهج. انا لامم لك الابواب اللي بيجي عليها اسئله كتير، الابواب اللي بيجيب فيها اسئله صعبه، الابواب اللي بيركز عليها في الامتحان، الابواب اللي عليها كم درجات كبير. فانت لو عايز تبدا من الصفر وتلحق تلم نفسك هتشوف فيديوهين دلوقتي. اول فيديو اولا في وقت ان انت تلحق، ولكن انت اللي هتقرر هتبدا ولا هتاجل، هتبدا ولا هتقعد تندب حظك. هو في وقت، عايز تبدا انا هقول لك على الطريق، مش عايز تبدا والله ربنا يهديك بقى وشوف انت هتعمل ايه، ولكن انا بقول لك في وقت. فدلوقتي قدامك فيديوهين هتشوفهم، فيديو اهم الابواب تركز عليهم وتبدا بيهم، تشوف ايه الابواب اللي هتبدا بيها المنهج وتركز عليها وتحل عليها كويس جدا. تاني حاجه ايه هي الطريقه اللي هذاكر بيها؟ زي ما قلت لك 70% و30%. هذاكر 10 ساعات مثلا النهارده، هخلي 7 ساعات فيزياء، والثلاث ساعات التانيين هذاكر بيهم نحو وادب وبلاغه. طبعا الثلاث ساعات مش هيبقوا مع بعض والسبعه مع بعض، لا هذاكر ساعه فيزياء، نص ساعه ادب، ساعه فيزياء، نص ساعه نحو، وهكذا. ده كده باختصار اول سؤال. فلو كان عندك مشاكل، انت بادئ متاخر، انت دلوقتي صفر، في وقت، قلت لك على الطريقه وقلت لك على اهم فيديو هتشوفه. السؤال الثاني مهم جدا، انا الفتره دي مش قادر اذاكر وحاسس باحباط بالرغم ان انا كنت بادئ من اول السنه كويس جدا. بص يا غالي، كل واحد بيجي عليه فتره وبيقع ما بيقدرش يكمل. انا مني واحد الفتره اللي وقعت فيها كان تقريبا النصف الاول من رمضان، يعني اواخر شعبان وبدايه رمضان. الفتره دي انا وقعت فعليا، اللي هو انا في المنهج كنت تحت خالص. تمام، بالرغم ان انا كنت بدات متاخر بس كنت بادئ بسرعه الصاروخ، يعني باكل النجيله زي ما بيقولوا. تمام، ولكن جيت في نهايه شهر شعبان وبدايه شهر رمضان وقعت وقعه كانت كبيره جدا، لدرجه ان انا بوظت الامتحانات وبوظت مجهود اللي عملته في بدايه السنه. ولكن الحمد لله ربنا وفقني وقدرت ان انا اتخطى الوقت ده. فان انت تقع دلوقتي، او ان انت مش قادر تذاكر دلوقتي، او ان انت حاسس باحباط، انت مستواك مش زي الاول، ده طبيعي، ولكن لا يستمر. المفروض ان انت تشد حيلك وتبدا تشد كده على نفسك وتحط قدامك هدفك وتريح يوم اتنين، ولكن تستعين بالله وتبدا تكمل. فده طبيعي، مفيش حد قلت لك مستواه كده، لا خالص، المستويات ماشيه كده. الشخص اللي بيوصل هو اللي مستمر، مش الشخص اللي جه عند نقطه الهبوط ووقف، لا، او جه عند نقطه الصعود واتغر في نفسه، لا طبعا. الشخص المستمر
هو ده اللي بيوصل وبيحقق حلمه بعد توفيق ربنا. السؤال الثالث معانا حد بيقول انا عايز اقعد في البيت واسيبني من الدروس واقعد في البيت اذاكر اونلاين والم المنهج بقى مع نفسي كده زي اوائل الجمهوريه والدحيحه والكلام ده. مفيش حد بيعمل كده يا ابني. الله اعلم، انا معرفتي انا كمان عشان بس ما افتيش في حاجه او اكدب عليك، الوحيد اللي سمعته ان هو قعد من الدروس في فترات المراجعه ولم المنهج مع نفسه كان اول الجمهوريه سنه 2020 اللي هي كانت سنه كورونا، يعني اصلا ما كانش فيه دروس، فهو قعد من البيت اجباري. تمام، قاعد في البيت اجباري. انما غير كده ما سمعتش حد ان هو قاعد من الدروس، او زمان يعني اللي كانوا بيروحوا المدرسه وبيعتمدوا على شرح المدرسه قاعد من المدرسه. لا طبعا، احنا بطبيعتنا اشخاص بنحب الراحه، بنحب اللعب، بنحب ان احنا نتمرقع من الاخر. ففكره ان انت في درس او بتروح درس او في مستر رقيب عليك او في حد ان هو مثلا بيبلغ والدك او والدتك بمستواك او في حد بيشد عليك، دي حاجه كويسه جدا وحاجه هتساعدك بصوره كبيره جدا. ما تقولش انا هقعد في البيت هقفل على نفسي والم المنهج وادعو كل ماده في اسبوع وثلاث ايام والكلام ده ما بيحصلش. قعدت في البيت هتتصف بالاهمال وهتسيب الماده اللي هي الامتحان وهتبقى مصيبه سودة. خلي بالك كمل زي ما انت لحد ليالي الامتحان ان شاء الله، وساعتها لو انت مش محتاج اي حاجه من الدرس اقعد لم مع نفسك ليالي الامتحان. الثاني بيتكلم بيقول اهم كتب المراجعه واهم النصائح اللي انا اركز عليها واعمل بيها في فتره المراجعه بحيث ان انا الم نفسي كويس جدا الفتره دي حتى لو كانت في ابواب واقعه مني. بص انا اتكلمت في فيديو لاهم النصائح اللي تركز فيها فتره المراجعه، الحاجات اللي هتركز فيها، وقلت على اهم الكتب. تمام، ولكن باختصار شديد هسيب لك برده الفيديوهين في الوصف لو حابب تشوفهم، ولازم تشوفهم يعني لانهم مهمين جدا. ولكن باختصار المواد كلها بتاع المنهج بتاعك ركز على كتاب الامتحان في الحل بتاعه في المراجعه النهائيه. لو ما كنتش حليت في الشرح، حليت في الشرح ومش حابب تجيب وحابب تجيب كتب ثانيه، لازم تشوف فيديو الكتب. قلت على الكتب اللي بيجي منها اسئله امتحان اخر السنه. حاجه النصيحه اللي حابب اقول لك فتره المراجعه يعني بعيدا بقى عن الفيديو، لو انت حابب تشوفه هتلاقيه في الوصف طبعا، ولكن النصيحه الاساسيه انت في فتره المراجعه بتلم نفسك في الاخر، بتلم نفسك. يعني انا ايه، انا دلوقتي عارف ان انا عندي دروب في الفصل الثاني في الفيزياء، ما ينفعش ان انا كل ما اجي اذاكر اروح اذاكر الفصل الاول، انا عندي دروب في الثاني، ايه اللي يخليني اروح للاول؟ الاول حليت عليه وخلاص يا باشا قلبته، يبقى ايه لازمتها ان انا اسيب الثاني واروح اذاكر في الاول؟ بالمناسبه المبدا ده مبدأنا احنا في الجامعات، كل ما بنيجي نذاكر بنذاكر المحاضره الاولى، كل ما ربنا يرزقنا الهمه نروح نذاكر المحاضره الاولى، ممكن يبقى خلصنا المنهج وامتحان فاينل وبنبدا بالمحاضره الاولى. الغاء محمود، هنبدأ تاني من جديد. خبر اسود. دلوقتي ركز، دلوقتي شوف ايه اللي عندك فيه دروب، هات ورقه وقلم، الورقه وقلم قدامي اهي، القلم بتاعك. انا دلوقتي عندي مشكله في الباب الثاني، عندي مشكله في الباب الرابع، عندي مشكله في الدرس الفلاني في النحو، عندي مشكله في الجزء كذا في الزيولوجيا، عندي مشكله في الباب الفلاني في الاحياء مثلا او في الكيمياء. هبدا امسك الحاجات دي اركز عليها في البدايه. تمام، وزي ما قلت لك انا قلت اهم الابواب اللي بيجي منها اللي هي الامتحان يعني، او اللي بيجي منها الامتحان، فانت الابواب دي تركز عليها جدا، تركز عليها في حلها، تركز في اهتمامك عليها، ودي قواعد ما بتتغيرش. يعني مفيش حد يضحك عليك يقول لك ايه اصل الابواب دي ممكن تتغير السنه دي، لا يا حبيبي مش هتتغير، هتيجي زي ما هي، نفس توزيع درجاتها، نفس افكارها، مش حاجه هتتغير. تمام، احنا ماشيين او يعني احنا بنلف في دايره. تمام، المهم حد بيقول هو ربنا يساويني بالشخص اللي بادئ من اول السنه بالرغم ان انا مثلا بدات متاخر، ولا الامور بتمشي ازاي؟ بص يا جدع، الامور مش بايدك انت، الامور بيد ربنا سبحانه وتعالى. فلازم من دلوقتي يبقى في دماغك حاجه ثابته كده او قاعده ثابته ان انت الكليه اللي انت تروحها ده رزقك، ده الخير بتاعك. انت في الكليه دي ممكن تقدر تعمل حاجه جنب الكليه تبقى احسن لك من الكليه والكليه اللي انت كنت هتروحها. فيعني انت بالرغم من كل الكليه ما تستفادش منها بحاجه. في ناس برضو بتبقى حاطه في دماغها كده ان انت مثلا ممكن ربنا يرزقك كليه تربيه، طب يا عم كليه التربيه دي هيبقى فيها الخير منين؟ وتقعد تفكر يمين وشمال، هتلاقي ربنا رزقك اي حاجه تعملها جنب الكليه تفتح لك مصدر رزق غير الكليه وغير الكليه اللي انت كنت هتروحها اصلا او اللي انت كان نفسك فيها، وهيبقى مصدر رزق كبير جدا. وده انا شفته قدامي على ارض الواقع. فمن دلوقتي لازم يبقى في دماغك قاعده ان الكليه رزقك من عند ربنا. ولكن 3 مرات اهو، معنى كده ان اللي جاي مهم، ان انت لازم تعمل اللي عليك، بس انت مش مطالب غير باللي عليك. وزي ما قلت قبل كده على جروب التليجرام ان انا كان معايا ناس في دروس تنانين فعليا تنانين، ولكن ربنا يعني انا عايز اقول رزقهم الكليه الاحسن ليهم، ما رزقهمش اللي هم كانوا عايزينه. تمام، فالامر لا يقاس باجتهادك او بالمده اللي هو بدا فيها او المده اللي اتاخر فيها او كذا. في واحد انا شفتها برده قدامي يبقى بادئ من اول السنه بيذاكر اللي هو ايه يعني مذاكره تقليديه، مذاكره ما فيهاش كرياتيفيتي، مذاكره اللي هو ايه بيذاكر باجتهاد مش بذكاء، او بذاكر بجد مش بذكاء. المفهوم اتحول دلوقتي، بدل ما اذاكر بجد بقيت بذاكر بذكاء. انت لو ذاكرت بذكاء هتقدر ان انت تسبق اللي بادئ من اول السنه اللي بيذاكر بجد اللي شادد، ولكن ده لا يغرك ان انت هتجيب اعلى منه. تمام، اللي زي ما قلنا كلها ارزاق ربنا، ودي ارزاق ربنا سبحانه وتعالى اللي بيوزعها. فانت عليك ان انت تركز في طريقك انت وتعمل اللي عليك علشان ما تندمش بعد كده.
وانا زي ما قلت ناس بتبدا من اول السنه حل 10 كتب وعامله وعامله وعامله، وسبحان الله يكون واحد بادئ من شهر 12 شهر واحد ويجيب اعلى منهم. واحد لم يعني كان ضايع في اول السنه ولكن ركز في المراجعه لم دنيته جاب اعلى منهم. تمام؟ فهم ينجحوا في مكان تاني ولكن ده نجاحه في المكان ده، فاهمني؟ فتعمل عليك بس وسيبها على الله. كل ما تحس ان انت ضايع، كل ما تحس ان انت مش قادر تعمل حاجه، افتكر دايما يوم النتيجه هو قد ايه اليوم ده انت نفسك تفرح ابوك وامك، وقد ايه مش عايز حد يشمت فيك خالص. في نهايه الفيديو حابب افكرك بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم ان الله لا يحب كل مختال فخور. فدلوقتي حضرتك ضايع، حصلت لك مشاكل، حصل لك ضربات، تاكد ان كله ده كان نصيبك، وان انت ان شاء الله لو توكلت على الله وشديت وبدات جامد ان انت ربنا هيوفقك. ما تزعلش ابدا على اي حاجه فاتك ولا الوقت اللي فات ولا الوقت اللي ضيعته، ان شاء الله باذن الله تلحق وباذن الله هتوصل للي انت عايزه. ولو انت مذاكر والدنيا معاك تمام وبتلم في الحاجات اللي ناقصه ليك، ما تفرحش وتقول انا ربنا هيوفقني عن فلان، علشان الفرحه بتاعتك دي هيصابك بالغرور، وربنا اكيد مش هيرزقك التوفيق ما دمت انت شخص فرحان بنفسك، فرحان باللي انت بتعمله، فرحان في الناس او بتشمت في حد غيرك. تمام؟ حبيت افكركم بالايه دي، وافكركم كمان ان انتم ما تنسوش تدعوا لاخواتنا دلوقتي وعلى الفطار ان ربنا يثبتهم وينصرهم، وكمان ما تنسانيش من دعوه جميله، ويا ريت تحط لايك على الفيديو، سبسكرايب عشان الفيديوهات الجايه، ولو مش في جروب التليجرام هتلاقي الرابط في اول تعليق مثبت، ونلتقي باذن الله في فيديو جديد.